عايزين نعمل الكحك السنة دي في البيت وتكون الكحكاية على السنة زي ما أهالينا زمان كانوا بيقولوا. كانوا بيعملوا كميات كبيرة وتفضل معانا لحد بعد العيد ويفضل بجماله وطعمه وريحته زي أول مرة عملناه فيها. هقول لكم على طريقتي في الكحك وكل أسرارها اللي ما بغيرهاش أبدا، وهقول لكم في آخر الفيديو ازاي تقدروا ترجعوا كل مرة هتاكلوه فيها بجمال أول مرة. هشتغل بمج الشاي الازاز العادي، تكون سعته 250. انا محتاجه كميه السمنه بتاعتي 500 جرام. هحط السمنه بتاعتي على النار تسخن وتقدح كويس جدا، وفي نفس الكوبايه اللي انا عايرت فيها السمنه هحط نص كوبايه من الميه الدافيه، عليهم معلقه كبيره سكر ونص معلقه صغيره خميره، وهسيبها تخمر. معايا كيلو دقيق متعدد الاستعمالات، يكون دقيق فاخر، وعليهم معلقه كبيره سكر، رشه الملح بتاعتي، ربع معلقه صغيره ريحه كحك، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. حفرة كده بقى في نص الدقيق هحط فيهم 4 معالق كبار مليانين سمسم محمص، وابدأ اختبر السمنة بتاعتي. اول ما بلاقيها طلعت بابلز كده وفارت على الدقيق، هبدأ انزل بيها على الدقيق بتاعي بالكمية كلها، وبعدين ابدا اقلب الدقيق في السمنه كده لحد ما يختفي الدقيق خالص، واتاكد ان هو اتشبع كله بالسمنه بتاعتي بالشكل ده. هسيب بقى الدقيق بتاعي يهدى ودرجه حرارته تهدى خالص عشان اقدر استحمله على ايدي. ودي اهم خطوه هعملها. الخطوه دي اسمها بس الدقيق بالسمنه، ودي من الخطوات اللي بيعتمد عليها نجاح الكحك بتاعي. يعني لو الخطوه دي وصلت للنتيجه فيها الصح، ان شاء الله اضمن نجاح الكحك بتاعي. هبس بقى الدقيق بالسمنه كويس جدا بالشكل ده لحد ما ينعم خالص ما بين كف ايدي، وبعدين اخد قطعه تانية وابدا ابسها برضو لحد ما اوصل للنتيجه اللي هنشوفها دلوقتي. ولو عندي عجان بضربه بالكف ده. دي النتيجه اللي انا وصلت لها بعد بس الدقيق كويس جدا. يعني الدقيق بقى عجينه تعتبر بتلزق في الايد وشاربه السمنه كويس قوي. هبتدي بقى انزل بالخميره بتاعتي بعد ما فارت واتاكدت من نجاحها، وبلم بالشكل ده. الكحك مش بيتعجن نهائي، انا بلم بالشكل ده، يعني يا دوبك بشربه الخميره بتاعته بس بالطريقه اللي انا بعمل بيها بايدي دي، عشان الكحك لو اتعجن هيتعمل له عرق زي المخبوزات بالظبط. طيب كميه الميه بقى المظبوطه جدا للمقدار. انا لو عايزه الكحك على السنه زي ما بيقولوا، يعني ماسك نفسه سنه بس ناعم بيدوب، هحط كميه الميه كلها كوبايه الا ربع. طيب لو انا عايزاه ماسك نفسه اكتر شويه يبقى كوبايه ميه، ودي اقصى حاجه ممكن احطها. انا دلوقتي بقى زودت ربع كوبايه الميه لكيلو الدقيق بتاعي، كده العجينه مظبوطه جدا. اول اختبار للعجينه بتاعتي لنجاحها انها ما بتشققش بالطريقه دي. تاني اختبار باخد قطعه من العجينه واقطعها بالشكل ده، بتتقطع بسرعه جدا ما فيهاش اي مطه. كده العجينه بتاعتي كويسه قوي واقدر اشتغل بيها، وان شاء الله تكون الكحك بتاعي ناجح. طب انا ليه حطيت ميه ما حطيتش حليب؟ علشان الكحك بتاعي يقعد معايا اطول فتره ممكنه وما يحصلوش اي مشاكل بعد كده. كمان لما بعجن باللبن او الحليب بيدي خشونه شويه للكحك، يعني بيشيل شويه من مقدار السمنه اللي احنا حاطينه. بكور بقى شويه من العجين بتاعي كده واحطه قدامي، وابدا اخده بعد ما يتماسك شويه واريحه في ايدي تاني بالطريقه دي، وبعدين ابصم عليه بالشكل ده. انا بحب ابصم على كف ايدي وبعدين اظبط الكحكايه علشان تكون البصمه قويه شويه. تقدروا كمان تحطوا الكحكايه في الصينيه وتبصموها في الصينيه، بس بيكون في فرق ما بين البصمه دي والبصمه دي، فانا بحب ابصم على ايدي. طبعا عندنا منقاش نقدر ننقش ونتبسط عادي جدا. لو محشي ملبن بقى بحط على الملبن شوية سمسم محمصين ومعلقة سمنة، ممكن تحطوا شوية ريحة كحك لو حابين، وبعدين بتعجنوا الملبن بالطريقة دي لحد ما بيكون طري وما بيلزقش بالشكل ده. بفتح العجينة بتاعتي وبحط فيها الملبن عين جمل او ملبن سادة، وبقفل عليها بالشكل ده، وبعدين ببدأ ان انا انقشها او ابصمها واظبط شكلها كده وارصها عندي في الصينيه. الكحك بتاعي ده ما بيخمرش خالص، يعني انا ما بسيبوش يخمر ولا بيعلى ولا بيكبر ولا اي حاجه. وانس وهو بيستوي بس في الفرن بيتنفخ حاجه بسيطه خالص، وبعدين بيرجع لحجمه الطبيعي تاني. طيب طرق التسويه هتكون عامله ازاي؟ الكحك بتاعي ما بيدخلش الفرن الا لو السمنه مسكت فيه بالطريقه دي. يعني ايه؟ يعني بلاقي الكحكايه
حجرت في نفسها كده وبقت متماسكة جدا، يعني أقرب للحجر فعلا. طيب بسوي الكحك السادة على درجة حرارة 170 أو 165 رف أوسط بكل هدوء من نص ساعة لساعة إلا ربع لحد ما ياخد لون مظبوط بالشكل ده. الصينية دي أنا بحب الكحك محمص، فحمصتها وقت الشواية وحمصتها شوية صغيرين خالص. أما الكحك المحشي فبحطه على درجة حرارة 180 رف أوسط برضو تلت ساعة بالظبط، وبطلعه من الفرن. عايزين تدوله لون شويه من فوق بتشغلوا الشوايه برضو شويه صغيرين ياخد لون، لان الكحك المحشي زي ما انتم شايفين كده الكحكايه بتبقى التجويف الخارجي بس خفيف خالص، والحشو بيكون اكتر، فما بتاخدش وقت كتير، وعلى درجه حراره 180 بسرعه. انا كده خلصت الكحك بتاعي النهارده خلاص، اقدر بقى احتفظ بيه اطول فتره ممكنه بدون ما يحصل له اي حاجه. وشويه الكحك بقى اللي هاكلهم اول يوم العيد هطلعهم واسخن الفرن 10 دقايق تقريبا، وبطفي الفرن وادخل الكحك الفرن، هيطلع ريحه سمنته تاني وهيقلب ريحه البيت. الكحك مظبوط قوي، واخد اللون الديجراديه، محمص من بره وناعم وبيدوب من جوه. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.